يا حبيبي مالك في ايه؟ انا يا ماما عايز افطر بقى. انت كل شويه كل ما اجي ادخل عليكي الاقيكي ماسكه احمد. كل ما اجي ابقى عايزه العب معاكي الاقيكي ماسكه احمد. انا عايزه العب بقى يا ماما، مش هو خلاص كبر وبيعرف يمشي لوحده؟ راحت ماما قالت له طب بالراحه. ماشي يا حبيبي، انتوا الاتنين حبايبي، بس هو أحمد عشان لسه صغير برضه، أنت كبير عنه. عشان كده أنا لما هو بيحتاج حاجة بروح له هو الأول أعملها له، علشان هو مش هيعرف يعمل حاجة لنفسه خالص. قال لها ماشي يا ماما بقى، أنا عايز أفطر دلوقتي لو سمحتي. راحت قالت له ماشي يا أيمن، هروح أعمل لك الفطار. ماما حضرت لأيمن الفطار، وهي بتحضر لأيمن الفطار راح جه أيمن قعد يقول لأحمد أنا ما أنا متغاظ منك. أنا أصلا ما كنتش عايزك تيجي. أنت أول ما جيت ماما بقت تحبك أكتر مني وبقت تشيلك أكتر مني، كل حاجة أنت. فراح قعد أحمد يضحك لأيمن وهو فرحان يعني ومبسوط ان هو شايفه قدامه. راح قال له ايمن ما تضحكش ما تضحكش، انت بتضحك ليه؟ راح احمد قعد يعيط. ماما طلعت تجري وقالت له ايه يا ايمن في ايه؟ ايه اللي حصل لاحمد؟ قال لها ما فيش يا ماما. يلا بقى يا ماما انا عايز اكل. راحت ماما حضرت له الفطار واكل ايمن. وبعد كده يا حبايبي بعديها بشوية جه أيمن لقى ماما قاعدة بتأكل أحمد. راح قال لها انت ليه بقى مش بتأكليني زيه؟ ما هو بقى في ايده، خليه يعرف ياكل لوحده بقى وسيبيه. راحت ماما ابتسمت وقالت له يا حبيبي ياكل ازاي لوحده؟ طيب هو لو أكل لوحده هيبهدل هدومه وهيبهدل المكان اللي قاعد فيه. يا أيمن يا أيمن لسه أحمد عنده سنتين، يا حبيبي أنت أكبر منه. يا ماما هو أنت كل شوية تقولي لي أنت أكبر أنت أكبر؟ لا بقى أنا صغير بقى أنا صغير. راحت إيه ماما سابته وما ما كردش تكلمه يا حبايبي. راح جه أيمن قعد بعد ما راح المدرسة ورجع قعد غير هدومه وبعديها يا حبايبي اتغدى وبعد كده عمل وجباته وراح قال لماما يلا يا ماما بقى علشان تلعبي معايا. قالت له حاضر هغير بس لأحمد وبعد كده هلعب معاك، ايه رأيك نلعب كلنا مع بعض؟ قال لها بس هو بيبهدل اللعب. قالت له لا لا ما انت تعرفه بقى. راح قال لها ماشي. جم قعدوا مع بعض وقعدوا يلعبوا واحمد يا حبايبي غصب عنه كسر اللعبة بتاعت ايمن. قال لها شفتي بقى يا ماما، مش بقولك هو بيبوظ لي اللعب، انا مش عايزه العب معاه تاني. راح غضب ومشي. راحت ماما راحت وراه قالت له يا ايمن انا زعلانه منك لانك انت يا حبيبي الكبير، مفروض ان انت ما تعملش اخوك الصغير بالطريقه دي. عارف وانت صغير انا كنت بعمل معاك ايه؟ راح قال لها كنت بتعملي ايه معايا يعني يا ماما؟ راحت قالت له ماما انا يا حبيبي كنت بشيلك زي أحمد وكنت بأكلك زيه وكنت بغير لك هدومك وكنت بعمل لك كل حاجة، وانت خدت الدلع الكتير خالص لأن ما كانش في حد معاك. راح قال لها لا لا أكيد يا ماما هو أكتر. راحت ماما قالت له لا والله انت أكتر. انت أول واحد كنت جاي في العيلة بتاعتنا، وكان جده بيدلعك وتيتا بتدلعك وخالته بتدلعك وعمته كلهم كانوا بيدلعوك. راح قال لها ماشي بس هو برضو وحش وبيكسر لي لعبي وانا زعلان منه. راحت ماما قالت له امتى بقى هتكبر يا ايمن كده وتبقى عاقل؟ ما راح بعد كده يا حبايبي ايمن راح مدرسته وبابا وهو رايح الشغل راح احمد قعد يعيط علشان عايز يروح معاه. راحت ماما قالت له معلش طب خده معاك والنهارده بس وخلاص. راح جه ايه بقى بابا ابو ايمن اخد احمد معاه الشغل. ولما راح الشغل يا حبايبي بابا راح دخل الاجتماع مع زمايله وكده وساب وساب احمد بره كان بيلعب. وهو بيلعب يا حبايبي راح خبط في الترابيزة والترابيزة وقعت على رجليه وقعد يصوت وكلهم طلعوا يجروا عليه. وبابا ايمن ودى احمد المستشفى. وراح الدكتور قال له هو عنده شرخ بسيط بس في رجليه. راح زعل جدا وروح بيه البيت، ولما ماما شافته طبعا زعلت جدا. فكان أحمد راجع من المدرسة ولقاهم متجمعين حوالين أحمد. فراح سألهم وقال لهم في إيه يا ماما؟ ماله أحمد؟ ماله أحمد؟ ماله؟ في ايه؟ ماله أحمد يا ماما؟
راحت ماما قالت له: "ما تقلقش، ما تقلقش." هو بس راح مع بابا المكتب ووقعت عليه الترابيزة وحصل له شرخ في رجليه، والدكتور قال إن هو لازم يرتاح شوية، يعني ممكن شهر كده والّا حاجة. "يا حبيبي يا أحمد، يا حبيبي." راح جه قعد يحضن فيه ويبوسه، وماما شافت إن هو كان قلقان عليه أوي، فراحت قالت له: "يا حبيبي إن شاء الله هيبقى كويس، ما تقلقش عليه." راح قال لها: "بُصّي بقى يا ماما، أي حاجة، أي حاجة أحمد عايزها منّي أنا هاعملها له." راح غيّر هدومه، وبعد ما اتغدى دخل تاني على أوضة أحمد أخوه لقاه نايم، وبعديها بشوية جه دخل تاني يتطمن عليه، صحى أحمد وراح أيمن كان أي حاجة يطلبها منه أحمد يعملها له، وكان بيجيب له المَيّة وكان بيجيب له اللعب بتاعته كلّها يلعب بيها من غير ما يخاف إن هو يكسّرها. وعدّى يوم ورا يوم، وماما كانت بتشوف إن أيمن بيحب أحمد أوي، وراحت ماما قالت له: "برافو عليك يا أيمن، أنا ما كنتش متخيلة إن أنت بتحب أحمد أوي كده." قال لها: "لا يا ماما ده حبيبي، أنا بس كنت باغير عليه شوية، ودلوقتي ما بقيتش أغير خالص، عشان هو طبعًا أصغر مني، ولازم أنا اللي أرعاه، لازم إن أنا اللي ألاعبه وكده." راحت قالت له: "شاطر يا أيمن، برافو عليك." وبكده يا حبايبي تكون قصتنا خلصت النهاردة، وما تنسوش لو عجبتكم الحكاية تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك. تصبحوا على خير يا حبايب ماما نونا.